بص، هو كان في الاول الفكره بتاعتي هو ان انا ادرب الناس عشان يشتغلوا ومؤهلين ان هم يشتغلوا في الشركات، لان لقيت ان في جاب كبيره ما بين الكواليفيكيشنز ومؤهلات الناس وما بين اللي الشركات بتطلبه. كنت بحاول اهل الناس ويشتغلوا في الشركات بالمؤهلات المناسبه بتاعتهم. التحديات الاولى هي ان الناس ما كانش عندها فكره عن ايه المجال ده اساسا في الموارد البشريه. الشركات ولا شركات والاشخاص الاثنين، بس شركات كانوا اصعب كمان من الاشخاص، لان الشركات ما كانوش يعرفوا عنه قوي، كانوا بس يعرفوه من خلال لو في شركه بتاخد ايزو فهي عارفه انه من ضمن الاقسام في قسم الموارد البشريه، وبرده ما كانش انتشر الناس تاخد ايزو كتير. انا بكلمك على سنه 2000. ف ف فبالتالي ده كان تحدي الشركات، ان انا لازم اشرح لهم كل حاجه والاشخاص. وكان في مفارقه لطيفه قوي ان انا قررت ان انا اعمل منصه للتشغيل اونلاين. يعني منصه ان الشركات تدخل عليها والاشخاص تدخل عليها ويحصل لهم ريكروت من زي المنصات الكتير قوي اللي موجوده دلوقتي. بس ده كان سنة كام؟ سنه 2000. فصدق او لا تصدق ان الموضوع كان يعني ما استوعبوهوش وما حبوهوش، وتحولت الشركة من انها تبقى اونلاين انها تبقى اوفلاين، واحنا اللي نعمل كل الحاجات مانيوال، ان احنا نقدر ان احنا نعمل استشارات للناس مانيوال، نرشح لها مؤهلين مانيوال، وهكذا، مش ان هم يدخلوا على البلاتفورم.